المقادير معايا هنا كبده. دي كبده فراخ غسلاها ومقطعاها قطع كده. اقول لك فكره حلوه قوي، ما تقطعيهاش وبعدين تغسليها تقع منك كلها في الحوض، لا، خليها سليمه زي ما هي واغسليها وصفيها، وبعدين هاتي مقص المطبخ النظيف وقطعيها قطع تبقى حلوه قوي. معايا دبس رمان، معايا فلفل هنا، فلفلتين كده حلوين قوي، احمر واصفر واخضر، انا عاملاهم دواير. بصله مفرومه، معايا معلقه خل صغيره، عصير ليمونه، ومعلقه توم صغيره، التوابل كمون وكزبره وبابريكا وملح، ومعايا مكعبين زبده، ودبس الرمان ده اساسي الجميل في وصفتنا. ادعوا لي يا ولاد، انا واخده دور برد جامد قوي، وقمت طالعه عشان اصور لكم. لقيت حته كبده حلوه كده في الفريزر، خرجتها وقلت نعمل احلى عشاء. يلا بينا بقى نبدا. جبت طاسه وحطيتها على البوتاجاز، وهحط كده مكعبين زبده. انا هعملها بالزبده مش هعملها بزيت، عايزه تعملي بزيت انتي براحتك. بدات تسيح كده، هنزل بالثوم المفروم. الله، ريحته حلوه قوي. الثوم اتشوح معايا، ريحته طلعت، هنزل بالبصل. تقطعي البصل جوانح براحتك، انا مقطعاه كده قطع صغيره. لما الزبده بتاعتي ساحت واتشوحت مع الثوم والبصل، هحط كده الكبده واسيبها ومش هقلبها دلوقتي. اديت الكبده تقليبه كده، وهنزل بالتوابل، والتوابل بتاعتي بسيطه خالص، هي مش هتحتاج اكتر من كده. البابريكا بتدي لون حلو قوي، ومن الحاجات اللي بتليق مع دبس الرمان وبتدي طعم كمان جميل. وهنحط معلقه الخل، ما تزودوش اكتر من معلقه صغيره، وعصره الليمون كده. الروائح يا جماعه جميله جدا، يعني انا عندي برد وشمها حلوه. واحط الفلفل، وزي ما قلت لك قبل كده الفلفل ده ما بيبقاش حر قوي، عايزه تحطي فلفل اخضر ماشي، بينفع الوان براحتك. واخر حاجه بقى احطها هي دبس الرمان بقى، الله على الجمال. بس تقدري تكتري فيه تقللي براحتك. خلصت الكبده بدبس الرمان بتاعتي الجميله وزينتها زي ما انتم شايفين، والصوص اللي طلع منها الله على الجمال بقى، نحطه كده على الكبده. عايزه اوريكم حاجه بقى، بصوا ناخد كده احلى لقمه كده نغمسها. يلا وبألف هنا، جربوها يلا.